عمرك تخيلت رمضان من غير يميش وفانوس وقطايف وكنافة ويحيى الفخراني؟ الفخراني بقى جزء من الطقوس الأساسية لشهر رمضان. الفخراني بقى معانا في كل رمضان، لازم يخش علينا من الشاشة يقول لنا كل سنة وانتم طيبين بأعماله الفنية الراقية. فنان قدر يوريك البي والباشا، الصعيدي والكوميدي، العمدة وحاكم القعدات العرفي. حكالك عن اسكندرية وجمالها والصعيد وعاداتها، وراك العز وعلمك فنون الطبخ، وقف قدام القاضي ووراك الدفاع بالحب عن المتهمة، وعيشك الربيع الآخر وحكالك عن الونس وقال لك احذر من ونوس. حد يصدق ونوس يا غبي؟ مين يقدر ينسى ليالي الحلمية وسليم البدري؟ حد يقدر يتخيل اسكندرية المارية من غير زيزينيا والولا أوبرا وحامي الحب؟ حد ينسى نصف الربيع الآخر وشخصية ربيع الحسيني؟ حد يقدر ينسى عباس الأبيض؟ فاكرين بشر عامر عبد الظاهر اسمه في زيزينيا؟ جحا المصري، جابر مأمون للعدالة وجوه كثيرة، رحيم المنشاوي الليل وآخره، سكة الهلالي حمادة عزه، شرف فتح الباب وابن الأرندلي، شيخ العرب همام آخر أمراء الصعيد، وحدوتة الخواجة عبد القادر اللي تدرس من حلاوتها لدهشة، والباسل حمد الباشا وبالحجم العائلي، ونجيب زاهي زركش أشهر وأكبر عازب في مصر. يحيى الفخراني مش مجرد ممثل، ده حدث من أهم أحداث رمضان بشخصياته وحكاياته اللي عايشة معانا، فيها اللي بكانا وفرحنا وضحكنا، فيها اللي ادانا الأمل وزرع فينا التفاؤل. شخصيات كتير لملك الدراما مش ممكن ننساها ولا نقدر نتخيل رمضان من غير ما نفتكر الفخراني. رمضان هو عيد ميلاد، أو تقدر تقول إن شهر رمضان هو ذكرى مميزة من أهم ذكرياتها واحد من ملوك الدراما، الفنان الكبير جدا يحيى الفخراني.